هتيجي تقول لي يا عم ده انت قناتك فيها 46 مشترك. طب بص كده القناه اللي انت شايفها قدامك دي فيها كام مشترك؟ فيها 80500. طب بص كده لو نزلنا تحت شويه، اديك شايف، بص الناس فيها قد ايه. بص، شفت الناس قد ايه ولا ما شفتش؟ طب اقول لك على حاجه، بص الفيديو هنا بيجيب قد ايه؟ بيجيب 11 مشاهده، 300، 150، 200، مع اني عندي 80500. يعني انت عارف لو ال 80000 اصلا مش موجودين وال 500 بس اللي بيتفرجوا، انا هجيب اكتر من 200 مشاهده. ده انت فاهم القصد؟ انا هجيب مشاهدات كتير. طب تقول يا محمد ايه اللي بوظ القناه بتاعتك كده؟ هقول لك على كذا سبب. كذا سبب دول خلوني احبط وسبت القناه ورجعت عملت القناه اللي انت شايفها دلوقتي ديت. وبص يا جماعه، انا كنت باخد زي ما انتم فاهمين، كنت بسرق الفيديو من على التيك توك، من على الفيسبوك، من على اي منصه انا بشوفها، بقوم واخد الفيديو سرقه واقوم منزله على القناه على طول من غير ما اعمل اي تعديل في الفيديو. اي تعديل، ولا بحط صوت، ولا بعمل على كاب كات اي حاجه تخصني في ان انا احطها في الفيديو عشان الفيديو دوت انا بزود له قيمه. لا، انا كنت بسرق وانزل على طول، اسرق وانزل على طول. جيت في مره سرقت فيديو، اقسم بالله والله والله والاحصائيات بتاعته موجوده. الفيديو جايب 27 مليون وجايب لي اكتر من 23 الف مشترك. 27 مليون. انا قلت بس ده انا كده هقوم عامل ايه؟ هقوم بعت لشركاء اليوتيوب وهحقق ربح. ولقيت نفسي اللي انا شغال. طب اعمل ايه طيب؟ ده انا كده، انا لا 27 ده بيقول لك 10 مليون و3 مليون وبتاع و1000 مشترك. ده ايه ده يا جماعه؟ ببص كده هو، قمت باعت لشركاء اليوتيوب انا عايز اتضمن ان انا ابقى ايه، واحد منكم وبتاع. قالوا لي طب تمام. هنقعد بقى مش عارف في سكه 5 6 ايام على بال ما ايه، نبعت لك الرساله بتاعتك اللي انت تبقى من شركاء اليوتيوب وكده. وانا بقى قاعد عمال احلم وعمال اقول انا وانا. ببص كده يا جماعه لقيت محتوى معادل الاستخدام. محتوى معادل الاستخدام؟ ايه محتوى معادل الاستخدام ده؟ دخلت على كذا فيديو ابص، انت سارق الفيديوهات وحاططها. طب دلوقتي لما تبعت لشركاء اليوتيوب مش هيوافق. وانا دلوقتي خدت حاجه اسمها محتوى معادل الاستخدام، هتضطر تمسح الفيديوهات من تاني. واصبح انت لو مسحت الفيديوهات، انت دلوقتي كنت محقق الشروط، لما تيجي تمسح الفيديو الشروط يعني دلوقتي اللي انت عملتها لما مسحت الفيديو الشروط اللي انت حققتها بترجع تاني. ليه؟ ما انت مسحت الفيديو. وده مش فيديو واحد، ده كان اقل فيديو جايب لي 700000. انت عارف يعني ايه 700000 ولا انت فاهم؟ كم فيديو بقى كنت رافعهم حوالي، القناه دلوقتي جايبه 78 مليون مشاهده. كم فيديو بقى؟ ده 700 وده 800 وده 1000 وده مليون و200. القناه بتجيب شغل. فانا عايزك دلوقتي ما تاخدش اي فيديو من اي منصه وترفعه وتقول الفيديو دوت انا كده بشغل القناه. انت كده بتدمر القناه حرفيا. حرفيا اقسم بالله بتدمرها. انا عايز اقول لك انا قعدت اسبوع ما بنامش بسبب 27 مليون مشاهده. انا القناه اتحققت هوب هوب هوب، هيخش لي فلوس واللي احبط. احبطت. وغير ان انا لما دخلت قلت محتوى معادل استخدام وتلاقي حاجه سهله، فدخلت ببص لقيت الموضوع كبير كبير جدا. كبير ان انت تمسح فيديوهاتك. وبص انت دخلت في دوامه ملهاش اخر. وبعدين انا قلت ايه؟ وانا هشغل دماغي وابعت وهتعدي معايا. لا، ما عدتش والفيديوهات بتاعتي كلها اتمسحت. ودلوقتي القناه جايبه 80000 وواخده انذارين. شغلانه كانت منيله منيله منيله. خدت انذارين لان الفيديو اللي كان معايا فيديو جاب حوالي 6 مليون. قام صاحبه قام مديني بلاغين، مش بلاغ واحد. سارق منه كذا فيديو. انا بقول لك الحقيقه، مش بضحك عليك. ما تسرقش فيديوهات. حاول تعمل بشخصيتك انت زي ما انا طالع دلوقتي كده بقدم المحتوى. قدم بشخصيتك انت. وتاني حاجه، عايزك تركز على المايك بتاعك يا جماعه. الصوره بتاعتك لو وحشه المشاهد ممكن يتجنبها عادي، بس اهم حاجه يسمع المعلومه اللي هو يخش يعرفها. تمام. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. وشكرا جدا ليك.